النهاردة هنقول إيه الأدلة المتاحة أمامنا على إن قوم عاد هم المصريين القدماء، وإن هم اللي بنوا الأهرامات، وإن بناية الأهرامات لم يكن فيها أي نوع من أنواع المعجزة، لأن لما يكون اللي بناها ناس أطوالهم 20 و30 متر و40 متر، فبالتالي الحجر اللي هو ارتفاعه 1.5 متر دي بالنسبة لهم يعني يمسكوه بين صابعين من صوابعهم كده، ما هواش شيء رهيب بالنسبة لهم زي ما احنا متخيلين. بالظبط بيعادل حجر بالنسبة لك 15 سنتي أو 14 سنتي أو 13 سنتي كده، يعني تمسكه بين صوابعك. فما كانش الحجر بالنسبة لهم شيء ضخم أو كبير. ولو اعتبرنا حتى إن الناس دي ما كانوش بهذا الطول الفارع 30 و40 متر، حتى لو كانوا 15-20 متر برضو بالنسبة لهم الحجر ده لا شيء، زي بلوك عادية انت اللي احنا بنشيلها دلوقتي، سواء في حجمها او في ثقلها. ايه بقى الادلة ان قوم عاد هم الناس دي؟ اولا قوم عاد هم مين؟ قوم عاد هم ابناء عاد. عاد ده ابو جده هو سام ابن نوح، وزي ما احنا عارفين ان سيدنا نوح ابو جده هو سيدنا إدريس، وسيدنا إدريس عاشر سيدنا آدم أو عاش مع سيدنا آدم في قبل وفاته 308 سنة. فبالتالي كان الفرق الزمني بين عاد وبين حتى سيدنا آدم مش فرق زمني كبير، بل فرق زمني مش ممكن يؤهل الناس إن هي تنزل بالأحكام بتاعتها. احنا كلنا عارفين إن سيدنا آدم كان 60 قدم، يعني 60 ذراع، يعني حوالي 63 متر تقريبا، 36 متر. فبالتالي أولاده يعني اللي هم الفروقات اللي بينهم مش فروقات كبيرة. فبالتالي الناس دي لو في الطبيعي هيبقوا مثلا 15-20 متر، 25 متر، 30 متر، في الحدود دي. لكن قوم عاد كانوا ناس مميزين في الحتة دي، ان ايه ودل على كده قول نبيهم هود عليه السلام ليهم ان اذكروا نعمة الله عليكم انه ايه زادكم بسطة في الخلق. والبسطة في الخلق لا تعني فقط الحجم الكبير أو زيادة الحجم عن الآخرين أو أقرانهم الآخرين اللي موجودين في الوقت ده، ولكن تعني زيادة في حاجات كتير، سواء في الحجم، في العقل، في الفكر، في الرزق، في أشياء كثيرة جدا ينطبق عليها هذا القول. فلو جينا نبص، احنا قلنا ان اللي بنى الأهرامات هم قوم عاد. الدليل بتاعنا على كده ايه؟ احنا قلنا ان شداد ابن عديم ابن البرشيم ابن قفطين ابن مصر ابن مصرايم باني مصر ومؤسسها مصرايم ده، وسماها مصر على اسم ابنه مصر ده اللي مسك بعد منه الحكم. فشداد ده يبقى ابو جده مصر ده اللي اتسمت مصر على اسمه، وشداد كان هو الملك اللي بنى الأهرامات فيما بعد. البعض بيقول ليه ما بنشوفش التوابيت مثلا للناس دول، وليه ما بنشوفش ليهم اللي هي الجثة المحنطة وكده والمومياوات بتاعتهم دي مش موجودة؟ لسبب بسيط جدا، وهو ان الناس دي كانت مؤمنة بالله، ما كانوش زي الأسرة الحديثة أو الأسرة الحديثة النائية اللي هي كانت في مصر، اللي بدأت تكفر بالله وبدأت تدخل في مراحل شركية كبيرة جدا، وكان عندهم جزء من هذا العلم. وكان الكلام ده بعد آلاف السنين، مش بعد سنة ولا 2 ولا 10. البعض متخيل إن الفرق بين الأسرة القديمة والأسرة الوسطى والأسرة الحديثة يعني 50 سنة 100 سنة، لا، ده بين كل أسرة وأسرة ربما يوجد آلاف السنين. عشان خاطر كده كان في آلاف السنين دي كان الأجسام بتبدأ تتغير والأحجام بتتغير
أو فيه تفسير تاني اللي حطه لنا شداد بن عديم ده اللي هو بين الأهرامات، وأعتقد أنه قريب إلى حد ما من الصواب. إيه هو التفسير ده؟ شداد بن عديم ده اللي هو احنا عارفينه شداد بن عاد لأنه هيعود في الآخر إلى عاد، يعني قوم عاد، لكن هو أبوه اسمه عديم مش عاد. عاد ده اللي هو الجد الأكبر له، وهو اللي بنى الأهرامات. فكان راح على منطقة اسكندرية علشان خاطر يبني فيها مدينة تانية بعد تقريبا ما بدأ فيه سقم أو مرض معين موجود في المنطقة الجنوبية اللي هي الصعيد، لأن عارفين إن الحضارة الفرعونية كلها في الصعيد، لأن نهر النيل زي ما قلنا ما كانش واصل للشمال ولا حاجة، لا ده كان من عند الصعيد كده بيحود وياخد مسار مختلف اللي هو بيخش بين مصر وليبيا، اللي احنا قلنا مكان بحر الرمال العظيم اللي موجود بين مصر وليبيا دلوقتي. فما كانش المسار بتاعه اللي هو موجود حاليا، كان موجود في الفترة دي. فكان شداد بن عديم ده ذهب إلى اسكندرية علشان يعمل فيها مدينة جديدة ويعيش الناس فيها، حتى إنه كتب على أحد الأعمدة اللي عملها هناك مقولته اللي هي أثبتت وفاته في الوقت ده. قال إيه؟ أنا شداد بن عاد شددت بساعد البلاد وقطعت عظيم العماد من الجبال والأطوال، وأنا بنيت إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وأردت أن أبني هنا كإرم. أراد أن يبني في هذا المكان اللي هو احنا عارفينه دلوقتي بالإسكندرية مدينة زي إرم اللي بناها اللي هي في الأقصر حاليا. أردت أن أبني هنا كإرم وأن أنقل إليها في أقدام عشائر وأمم، أجيب معايا عشائر وأمم يعيشوا في المكان ده، وذلك إذ لها خوف ولا هرم ولا سقم. وذلك إذ لا خوف ولا هرم ولا سقم. سقم دي اللي هو التعب أو المرض أو كده بنقول عليه سقم. فأصابني ما أعجلني وعما أردت قطعني. أصابني شيء قطعني عن هذا الذي انتويت فعله وبدأت فيه فعلا. إيه هو الشيء اللي أصابه ده؟ مع وقع ما أطال همي وشجني وقلل نومي وسكني، فارتحلت بالأمس عن داري لا لقهر ملك جبار ولا لخوف جيش جرار ولا لداهية ولا عن صغار، ولكن لتمام المقدار وانقطاع الآثار وسلطان العزيز الجبار. فمن رأى أثري وعرف خبري وطول عمري ونفاذ صبري وشدة حفري فلا يغتر بالدنيا بعدي، فإنها غرورة تأخذ ولا تعطي. دي مقولة عن شداد ابن عاد اللي هو بين الأهرامات وبين إرم ذات العماد، وذكر عنه كمان على حجر موجود برضه في الإسكندرية مكتوب عليه أنا شداد بن عاد وأنا الذي نصبت العماد وحيدت الأحياد وسددت بذراعي الواد وبنيت لا شيب ولا موت. اللي أنا بنيته لا هيشيب ولا هيموت، ده شيء مخلد وموجود ويتحدى الزمان في وجوده بسبب دقة وعظمة هذا الشيء اللي أنا صنعته اللي هي إرم ذات العماد. وفي القزويني وابن ظهير في كتبهم قالوا إيه؟ لم تزل مشايخ مصر يقولون الأهرامات بناها شداد بن عاد وهو الذي بنى الغار وجند الجنود. هو أول واحد بدأ يعمل جيش وجند جنود، وهو اللي بنى الغار وهو اللي بنى الأهرامات.
وفي صاحب منهج الفكر بدهشور قال ايه؟ بدهشور في الجيزة أهرامات بناها شداد بن عديم وابن برشيم وابن قفطير وابن ايه ابن مصر وابن مصرايم، وكمل بقية اسمه إلى أن وصل إلى عاد الجد الأكبر له. طيب البعض قال زي ما قلنا ليه الناس دي ملهاش توابيت أو ليهم أجسام محنطة زي الفراعنة؟ زي ما احنا قلنا قبل كده الناس دي كانت مؤمنة جدا، لأن الناس دي هم مين؟ هم الناس اللي نجوا مع سيدنا هود من قوم عاد. عشان خاطر كده ربنا يقول ايه؟ وأنه أهلك عاد الأول. ليه ربنا قال إنه أهلك عاد الأول؟ أظن والعلم عند الله أنه لأن هنالك عاد ثانية وربما هنالك ثالثة. فعاد ليست اسم الشخص فقط ولكن صفات الفعل، ففيه كل من قام بنفس الفعل الذي قامت به عاد والقول الذي قامت به عاد من أشد منا قوة. اللي يظن أنه مفيش حد على وجه الأرض أشد منه قوة فهم دول كلهم ينطبق عليهم عاد. بالإضافة إن في 4000 واحد تقريبا كانوا مع سيدنا هود نجوا من هلاك قوم عاد، اللي هي بريح صرصر عاتية، الريح البرد الشديد السم اللي خلاهم يتخشبوا مكانهم كده، تلجوا وهم واقفين، اتجمدوا وهم واقفين، بقى الواحد فيهم يقف يبقى واقف كده يتجمد يميل تتفصل راسه عن جسمه من الخبطة، لأن جسمه بقى عبارة عن زي كتلة تلج. فما بالك بقى كتلة تلج وطول أقل حاجة 20-30 متر ارتفاعه طوله، فيميل كده تنفصل راسه عن جسمه من الواقعة بسبب ايه؟ الارتفاع الشديد اللي هو فيه، وفي نفس الوقت الجسم بتاعه متخشب أساسا خلاص بقى عبارة عن جسم مجمد، لأن الريح الصرصار العاتية هي ريح شديدة البرد سم، زي ما احنا قلنا قبل كده، ريح سم في البرد بتاعها شديدة جدا في بردها، لا تبكي ولا تهزر أحد من الموجودين. لكن الناس اللي نجوا اللي هم مع سيدنا هود اللي قلنا 4000 واحد، ودول هم اللي نزلوا مصر وهم اللي بدأوا يعملوا الحضارات وكل ده. عشان كده ربنا بيقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وكأن الله استنظر الناس أن يقولوا من عاد ومن هم عاد، فأراد أن يستشهد بشيء موجود أمام الناس، وهو الذي فعله الناجون من قوم عاد، وهو إرم ذات العماد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. جاب الترتيب بتاعهم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ فعل خلصت من عاد. إرم ذات العماد أي إن هم اللي بعد كده عملوا إرم ذات العماد بعد ما هلكوا. طب إزاي عملوها بعد ما هلكوا؟ لا ده مش هم، ده اللي نجوا منهم مع سيدنا هود ونزلوا مصر وعاشوا في مصر، هم اللي عملوا هذه الحضارة العظيمة في مصر اللي هي إرم ذات العماد، اللي هي الحضارة الفرعونية. وزي ما قلنا الناس دي كانوا مؤمنين بالله ويؤمنوا بالله ويؤمنوا بالبعث ويؤمنوا بكل ده. عشان خاطر كده هم ما كانوش بيفكروا في تخليد أجسادهم، لأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون أن هذه الأجساد فانية وأن الله سوف يعيدها من فناء بعد ذلك، فمش محتاج أن أنا أحفظها، ما هي كده كده هترجع. وبعدين مسألة التحنيط دي أكذوبة كبيرة جدا في مصر والمصريين، وعايشين في أكذوبة كبيرة جدا. أكذوبة إيه التحنيط؟ هل الجسم موجود زي ما هو زينا كده جسم عادي كده؟ لا مش جسم عادي، ده هو كل المسألة شوية عظم وعليهم جلد والجلد ميت على العظم. المسألة كلها إن هم تقريبا عرفوا إن الديدان بتتكون في المخ وفي الأمعاء وفي الأماكن اللي هي في البطن جوه دي، فلما كان الواحد بيموت بيقوموا نازعين منه أمعاء ونازعين منه مخ وكل ده، وسايبين الجسم على وضعه اللي هو الجلد مع اللحم مع الإيه مع العظام، فيضمر هذا الجسم لأن الديدان مش هتنمو في إيه أو مش هتنتج من الأمعاء ومن المخ لأنهم نزعوها منه، ويحطوه ويلفوه بطريقة معينة وخلاص وانتهينا على كده، ولا فيها تحنيط ولا حاجة. وكان عندهم مادة كيميائية ولا بتاع كانوا بيرشوها عشان خاطر ايه يحمض الجسم من أي ديدان ممكن أو ميكروبات تدخل عليه، فبالتالي يضمر الجسم وهكذا. زي بالظبط لما تحط مثلا أي تفاحة أو أي حاجة في مكان والتانها ايه
تنشف، ما تعفنش، تنشف 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 لحد ما تنشف خالص، فتبقى ملهاش اي حاجة برضو، زيها زي العدم، مفيش اي قيمة ليها اساسا ولا اي شيء ليها. فاحنا لازم نعرف اصلنا ايه وتاريخنا ايه. وزي ما قلت قبل كده، المسألة مش محتاجة ان انا اقول للناس صدقوا وما تصدقوش، ده هي اللي توعوهم يصدقوا، اللي يصدق يصدق، واللي ما يصدقش عنه مصدق. المسألة كلها احنا بندي مفتاح للناس اللي عايزة تفكر، اللي عايزة تفهم، اللي عايزة تتعلم، اللي عايزة تعرف الحقيقة، بنديها المفتاح اللي تفتح بيه الطريق علشان تبدأ تشوف، تدرس، تتعلم بنفسها، تبدأ بنفسها، تثقف نفسها. ما استناش المعلومة علشان تجيلك على طبق من فضة من أي إنسان أي مكان، أو من أي واحد أي مكان. لازم أنت بنفسك اللي تدور على المعلومة. خد المفتاح وابحث ودور واعرف وتعلم، وكبر علمك وتفكيرك، وكبر نفسك بذاتك، بانك انت كل ما هتعرف اكتر كل ما تحس انك كبير اكتر. فاللي احنا بنقوله ده، وبعد كده يقول المصريين والايمان بتاعهم بالبعث، اساسا اجدادهم كلهم كانوا مؤمنين بالبعث والخلود، اجدادهم كلهم كانوا مؤمنين بالله، اجدادهم كلهم كانوا موحدين بالله، اساسهم كلهم مؤمنين وموحدين. ده الناس اللي جت بعد كده دي، اللي انتوا شفتوهم في الاسره الحديثه دي في الاخر، دول اساسا ما كانوش اساسا مؤمنين. دول كانوا بدأوا يكفروا، لكن كان عندهم بعض العقائد القديمة من أجدادهم القدام واخدينها، اللي هي مسألة البعث والخلود وكل ده، لكن فهموها غلط وعملوها بطريقة غلط وأشركوا بالله وكل هذا. إنما أجدادهم الأصليين اللي هم البقية المؤمنة من قوم عاد الذين أتوا مع سيدنا هود، أو الذين أنجاهم الله مع سيدنا هود ونزلوا لمصر وبدأوا يعملوا هذه الحضارة ويعملوا هذا الإنجاز التاريخي العظيم. فما كانوش الناس دي بتحنط جثثهم ولا بتفكر بالاحتفاظ بجثثهم، لأنهم كانوا مؤمنين بالله في هذا العصر، سواء في الدولة القديمة أو الدولة الوسطى. لأن عارفين إن الحضارة المصرية عبارة عن 3 دول: دولة قديمة دي اللي اتبنى فيها الأهرامات واتبنى فيها المعابد واتبنى فيها الكلام ده كله، ودولة وسطى دي كانت مرحلة بين الاثنين، ودولة حديثة اللي بدأ فيها في نهايتها كمان مسألة التحنيط والاحتفاظ بالجثث والكلام ده كله. دي ما كانتش في بداية الدولة الحديثة، يمكن كانت في وسط الدولة الحديثة كمان. ودي اللي كان جه بعد كده فيها نزل بني إسرائيل هنا، ويمكن هم كانوا السبب في الكلام ده كله، إن هم يبدأوا يدخلوا الأفكار دي في دماغ الناس، أفكار الحادية وأفكار كفرية أساسا ما هياش أفكار الدين الصح، اللي هو دين الله سبحانه وتعالى الذي كان يؤمن به المصريين القدماء مع نبيهم ونبي الله هود عليه السلام. احنا اديناكم المفتاح، اللي عايز يفتح ويتعلم ويعرف يتفضل، اللي مش عايز هو حر. المسألة ما تعلمناش في أي شيء، احنا كل المسألة ان احنا بنقول اللي نعرفه، أبحاث بنبحث فيها وبنوصل لنتائج معينة من خلالها، بنحاول ان احنا نعرفها للناس، اللي عايز يعرف يعرف، اللي مش عايز أحسن. سلام.